أوقات كتير بحلم بشاب بيعمل معايا حاجات مش كويسة. في البداية كنت فاكرة الموضوع عادي وبيحصل مع بنات كتير غيري، لكن لما اتكرر أكتر من مرة وكذا يوم ورا بعض بدأت أسأل صحباتي البنات علشان يطمنوني، ويمكن واحدة منهم تفيدني. لكن للأسف كل ردودهم كانت عبارة عن قلة أدب، اللي تقول لي روحي اتجوزي، واللي تسألني يا ترى بتستحمي كم مرة، واللي تغمز لي وهي بتضحك. ما كنتش عارفة أعمل إيه. قبل ما نبدأ في الجد لازم نشكر الأستاذ المبدع اللي كاتب القصة دي، الأستاذ جمال الحفني. مع العلم يا جماعة القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل. وآخر حاجة هقولها قبل ما أبدأ، أنا ليا عندكم عذر وعتاب. هبدأ بالعذر. سامحوني لو صوتي مش كويس في الفيديو، أكيد باين عليا التعب، وبإذن الله يومين وهيروحوا لحالهم. إنما العتاب إني في عز التعب بسجل لكم وشغال وبعمل لكم فيديو بإذن الله يعجبكم. فكل اللي أنا طالبه منكم اللايك الجميل والاشتراك القمر وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم الحلقات الجديدة، وتكتبوا لنا كومنت جميل زي قلوبكم يشجعنا في الاستمرار. يلا بينا بقى نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها، سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. لو عمرك حسيت ان في حد معاك، حد بيشاركك نومك، احلامك، او حتى خوفك، بس مش بشر. طب لو عمرك صحيت من النوم وانت مش فاكر اللي حصل، طب لو في لحظة معينة حسيت ان في عينين بتراقبك من الضلمة، يبقى اسمع القصة ديت للآخر، لان اللي هحكيهولك النهاردة مش خيال ولا فيلم رعب. دي حكاية بنت بدأت بضحكة وتعليق وحلم، وانتهت بصرخة ودم وراس طفل مشوهة محطوطة فوق كنبة في الصالة. أنا بقدم لك دلوقتي أغرب وأرعب قصة عن الجن العاشق ممكن تسمعها في حياتك. المهم أنا ما كنتش عارفة أعمل إيه لحد ما جاتني فكرة إن أنشر السؤال بتاعي على جروب من جروبات الفيسبوك المتخصصة في المشاكل واللي الناس بتاخد رأي بعضها فيها. ويا ريتني ما عملت كده، لأني قريت كمية كبيرة من التعليقات اللي تجيب اكتئاب. المفروض الجروب معمول لمناقشة المشاكل، مش محاربة الأشخاص اللي عندهم مشكلة ووصفه بالكذب أو بحبه للترند وغيرهم من الحاجات السلبية اللي بتدل إن وزارة التربية والتعليم مع الأسف يعني لا علمتنا التربية ولا حتى التعليم. لكن من وسط التعليقات قريت تعليق كده من شاب محترم بيتكلم فيه بشكل علمي ديني، وواضح إنه عارف بيقول إيه كويس. شرح لي شوية حاجات وفي الآخر طلب مني إني لو ما كنتش بصلي لازم أصلي، وكمان أواظب على ورد يومي من القرآن وأقرب من ربنا. وفي الآخر قال لي إن اللي حضرتك بتقوليه ده من علامات وجود الجن العاشق. بعد ما قريت جملته الأخيرة فضلت فاتحة بقي كده ومتنحة في التليفون لمدة دقايق زي خيال المآتة. جن عاشق؟ إزاي؟ وليه؟ أنا لا بقعد في الحمام كتير، ولا بقف قدام المراية بالساعات أتفرج على جسمي زي ما البنات بتعمل، ولا بعمل أي حاجة تخلي جن من الجن العاشق ده يركز معايا أو يعشقني. ما بعملش ولا حاجة من اللي البنات بيعملوها. حاولت أخلي عقلي ما يصدقش، الشاب ده أكيد مش صح 100%، يعني مش شيخ هو. لكن اللي حصل معايا في الليلة ديت خلاني أصدق وأتأكد من كل كلمة هو قالها، إن في فعلا جن عاشق. في البداية الحلم بتاعي بيكون مع نفس الشخص كل مرة، وبنعمل اللي بنعمله في أماكن عارفاها وشفتها قبل كده. لكن الليلة ديت كانت مختلفة، لأن بمجرد ما الحلم بدأ شفت نفسي أنا وهو واقفين قدام قصر ضخم لونه أصفر ذهبي. مش عارفة اللون ده كان أصفر ذهبي فعلا، ولا الشبابيك الكتير اللي مفتوحة ومن وراها بتتراكس أضواء الشموع هو اللي خلاني أخد انطباع إن القصر باللون ده. الشاب بصلي وضحك كده ومسك إيدي اليمين، وبقينا نطلع السلالم القصر مع بعض درجة درجة. دخلنا القصر واللي كان فاضي وما فيهوش أي حد. قصر فخم جدا من الداخل، وفيه عشرات التحف والأنتيكات والصور الغريبة، كلها حاجات وأشكال غريبة عمري ما شفتها قبل كده، لكن واضح إنها بتدل على ثراء صاحب القصر الفاحش.
بمجرد ما خطينا أول خطوة جوه القصر فجأة ظهرت ناس كتير من العدم ما كانوش موجودين أصلا. ما احنا قلنا في الأول إن القصر كان فاضي تماما. المهم ستات ورجالة، وكان واضح عليهم إنهم من الخدم. ظهورهم المفاجئ خلاني أقف مكاني مش قادر أتحرك خطوة من الخوف. لكن الشاب ده كان سبقني بخطوة، ولما لقاني اتأخرت بص عليا وابتسم لي كده على أساس إنه يشجعني علشان أكمل معاه. ما قالش ولا كلمة. تخيلوا كل الأحلام اللي حلمتها بيه والوقت اللي قضيناه مع بعض ما سمعتش منه ولا حرف أصلا. يعني أنا معرفش صوته أساسا، ده حتى معرفش هو بيتكلم ولا لأ. اللي لفت نظري إن الخدم كان شكلهم غريب، كلهم قصيرين وشعرهم أسود وطويل جدا، ومنهم اللي بشرته سودة وشعره أسود، وده اللي كان راعبني أكتر. لكن بصراحة أي خادم كانت عيني بتيجي في عينه كان بيبص في الأرض على طول. كنت كل ما أحس بالخوف منهم ألاقي الشاب داس على إيدي وهو ماسكها، يعني بيطمني، يعني كأنه بيقرأ أفكاري. المرعب إن في وسط الحلم افتكرت التعليق بتاع الشاب اللي نصحني بالصلاة والأذكار وقال لي إن ده جن عاشق. ومجرد ما الفكرة جت في دماغي لقيت الشاب بصيلي بغضب وهز دماغه شمال ويمين كذا مرة. معرفش إذا كان هو عايز يقول لي ما تخافيش أو ما تقاوميش. المهم إنه كان بيقول لي حاجة ويوصل لي رسالة كأني ما فهمتهاش. وبعد ما صحيت وأول حاجة جت في بالي هو الشاب اللي نصحني، وقررت أدخل أكلمه يمكن ألاقي حل لمشكلتي دي. ده غير إني بدأت أحس بحاجة لأول مرة، حاجة بتتحرك في بطني. كلمت الشاب وحكيت له عن اللي بيحصل وحصل معايا، وقال لي إن للأسف شكوكه كلها طلعت في محلها ولازم أبدأ العلاج حالا. العلاج ما كانش علاج، كان عذاب. أحلامي اتحولت لكوابيس، لكني كنت مطمنة بتقربي من ربنا مهما حصل معايا. وبقيت أكلم الشاب المحترم ده كتير، وهو بصراحة ما بخلش عليا بالمساعدة. وفي مرة كنت على الكنبة بره وفجأة حسيت بألم شديد جدا أسفل بطني فوق منطقة الرحم كده، وبعدها الألم انتقل لمنطقة الرحم. كنت من شدة الألم رافعة راسي لفوق بصة للسقف ومغمضة عيني. لحظات من العذاب عشتها والألم بدأ يقل بالتدريج لحد ما اختفى خالص، أو بمعنى صح ما عادش شديد زي الأول. ولما فقت وبصيت بين رجلي شفت راس طفل مشوهة فوق الكنبة. بمجرد ما شفت راس الطفل جنبي قمت زي الملسوعة وجريت على أوضتي. هحاول أوصفها لكم في الثواني اللي شفتها فيها. راس مشوهة، العيون مش متناسقة ولا في الحجم ولا في اللون، المناخير غريبة والشفايف ضيقة، وحاجة مش شبه البشر نهائي أو حتى مش شبه الأطفال. كانت بتبصلي بحنين غير طبيعي وما قدرتش أقرب منها وقمت جريت. قعدت في الأوضة لوحدي مش عارف أعمل إيه. فتحت باب أوضتي وبصيت على الكنبة اللي كنت قاعد عليها في الصالة، لقيت الراس اللي لسه مكانها وبصت اتجاهي، فقفلت الباب. بعد شوية من التوتر كنت عاوز أروح الحمام، هموت وأدخل الحمام، بس خايفة أطلع وأشوف الراس ديت. ولما فتحت الباب تاني لقيتها مكانها، بس شكلها باهت كأنها بتختفي بالتدريج. نسيت الحمام أصلا وفضلت متابعاها لحد ما اختفت تماما. كملت في طريقي ودخلت الحمام، وبعد ما خلصت كلمت الشاب المحترم اللي نصحني واللي كان اسمه خالد، وحكيت له على كل حاجة، وبدأ يعرف عني كل حاجة حرفيا، لأني فتحت له قلبي وكلمته بكل صراحة. قلت له على كل حاجة، قلت له إني كان نفسي أتحب زي ما بشوف البنات بتتحب وبتحب، لحد ما ظهر لي في يوم شاب وسيم وعضلاته بارزة كده وقوي، ظهر لي من العدم في أوضتي وكلمني اللحظات وطمني وقال لي إنه مش هيأذيني. ومع إن الموقف مرعب ويستحق الخوف إلا إني ما خفتش، بالعكس اطمنت. وجالي في المنام لأول مرة في الليلة دي وطلب مني إن أحبه زي ما بيحبني، وبعدها بقى بياخدني معاه دنيته، العالم بتاعه. خالد سألني بياخدك دنيته إزاي يعني، ممكن تشرحي لي؟ قلت له إني بيغم عليا وبينتقل بيا لعالم تاني جميل جدا، وبكون كأني في حلم. السما لونها أصفر والمية بتاعتها لونها أحمر، وطعم المية جميل جدا جدا، وبيسيبني ألعب في الدنيا بتاعته هنا وهناك، وبيكون قاعد من بعيد بيراقبني وهو مبسوط. طب طلب منك الجواز؟ بصراحة طلب كذا مرة وأنا رفضت. يعني هو على طول كويس معاكي؟ غالبا بس ساعات بيكون زعلان ومش عارفة ايه السبب، فبيجيب سلسلة حديد ويفضل يضربني بيها
ولما أقوم من النوم بلاقي شعري منكوش وتعبانة جدا، وفي جروح وعلامات في ظهري وفي باقي جسمي. خالد قال لي أشغل سورة البقرة وأقعد في الأوضة وأحاول ما أخرجش منها، لأنه مش هيعرف يدخل لي جوه أكيد. وفي يوم عملت كده فعلا، وعشت يوم صعب جدا، لأنه وقتها معرفش يدخل عندي، وراح يخبط في مواعين المطبخ ويوقعها على الأرض، وكان واضح إنه غضبان جدا. ومن بعدها بقى يدخل لي من سكة تانية، إنه يخليني أفقد الذاكرة لدرجة إن خالد نفسه ما كنتش بفتكره. وبعدها بدأ يغير من خالد، وكمان عشان يبعدني عنه بقى يخليني أفقد الذاكرة مؤقتا. وفي مرة خالد قال لي إني كلمته وما كنتش فاكراه أصلا، وسألته أنت مين؟ أنا قريت كل محادثاتنا ومعرفش إزاي كلمتك كده، وإزاي حكيت لك على كل خصوصياتي ديت. ابعد عني، أنا ست محترمة. خالد قال لي إنه وقتها حس بالإحراج وما حاولش يكلمني تاني، لحد ما أنا كلمته ولقيته بيكلمني بأسلوب متغير. ولما سألته حكالي، فقلت له إني مش أنا اللي كلمته، ده هو، أكيد هو. أنا خالد، أنا مش عارف أبدأ إزاي ولا منين، لكن اللي هحكيه ده أغرب شيء مر عليا في حياتي، لا شفته في قصص ولا في أفلام الرعب. حسيت إن علاقتي بيها بدأت تاخد منعطف تاني، وممكن أتأذي في أي وقت، لأني مصدق كل كلمة كانت بتقولها لي. اللي شفته منها واللي حكيتهولي بيأكد لي 1,000,000% إن اللي بيحصل لها ده حقيقي، مش مجرد أوهام أو هلاوس. بدأت أبعد عنها وما افتحش نت خالص علشان الموضوع ده يطلع من دماغي، لأني كنت كل ما بكلمها وقبل ما بنقفل تقول لي أهو زمانه جاي ياخدني، وتطلب مني أقفل الخط بسرعة قبل ما يجي. مش عارف، كأننا بنعمل حاجة غلط أو حرام. المهم يعني، لحد ما في مرة قررت ما أقفلش الخط وأفضل معاها وأشوف بيحصل معاها إيه. وكانت المفاجأة، في البداية سمعت صوت إجراس كتير كده متداخلة في بعضها، إجراس مختلفة جدا، وبمرور الوقت بدأت تتظبط لحد ما بقت جرس شبه جرس محطة القطر. والله بمجرد ما سمعت الجرس جالي اكتئاب فوري وحزن وخوف، كأني في مكان مظلم ومهجور وقاعد فيه لوحدي مستني اللي يساعدني. بعدها الدنيا اتقلبت بيا، وحسيت إني في صحراء ملهاش أول من آخر، واللون الأصفر القاتل حواليا في كل مكان. بعدها بقيت بسمع صوت همهمة جنب ودني، مش عارف مصدرها. في حد بيلف حواليا، وكل ما أبص ناحيته مش بلاقيه، بس كان قريب من ودني جدا. وفي الآخر صمت تام، صمت رهيب، لحد ما الرصيد خلص والمكالمة قفلت. لكن بعد ما قفلت المكالمة حصل معايا أنا حاجة غريبة. كان في حد معايا في الأوضة، أنا مش شايفه بس أنا متأكد 1,000,000% إني مش لوحدي. حاسس بيه وبنظراته ليا، كان بيبصلي بغضب وتحدي، وكأنه بيقول لي أديك خايف مني يا إنس، أمال بقى بتتحداني ليه؟ أنا من الخوف فضلت قاعد في مكاني، كنت زي المسمار المثبت في الأرض، مش عارف أعمل إيه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم 1000 مرة، وقريت كل القرآن اللي أحفظه. وكانت أصعب ليلة مرت عليا في حياتي كلها. لما كلمتها تاني مرة حكيت لها كل حاجة، وهي من تأنيب ضميرها وقلة حيلتها فضلت تعيط، لأنها مش عارفة تعمل إيه أو تقول لي إيه. بدأت تقويني وتتقوى بيها وتقول لي أنا ماليش غيرك، محدش عارف حكايتي وخصوصياتي اللي حكيتها ديت غيرك، وانت سندي وظهري في الدنيا والكلام ده. وفجأة بين كلامها وعياطها سمعتها بتصرخ وتقول لي بسرعة اقفل الخط، اقفل الخط بسرعة بقولك. صراخها رعبني وخلاني معرفش اتصرف ازاي. بعدها سمعت صوته لأول مرة، كلمني بلهجة زي الدبلجة كده اللي بنسمعها في المسلسلات التركي. قال لي جملة واحدة، ديت بتاعتي أنا، ما تكلمهاش تاني. والليلة ديت برضو كانت تاني أكتر ليلة مرعبة عشتها في حياتي. من خوفي قمت اتوضيت وصليت، وفضلت قاعد على المصلية بسبح ربنا، وأنا خايفة يطلع لي من الدولاب، ينط لي من الشباك أو يجي من تحت السرير. وبعد مرور ساعتين أو أكتر بشوية قررت أكلمها تاني أطمن عليها. ولما فتحت الماسنجر لقيتها حذراني، رنيت على رقمها لقيتها حذراني برضو. فتحت إيميل تاني لقيتها قفلت إيميلاتها كلها، يعني محذرتنيش ولا حاجة. من بعدها اختفت وما كلمتهاش ولا سمعت عنها أي حاجة. معرفش حصل معاها إيه أو راحت فين، لكن كل اللي أنا هعرفه إنها مرت بتجربة مرعبة، وعاشت وهتعيش أيام لا يعلمها إلا الله. ربنا يكون في عونها ويصبرها على ما بلاها. القصة ديت بذكركم
إنها حقيقية. اللي حصل للبنت محدش يعرف نهايته كان إيه. الليلة اللي اختفت فيها لا أهلها شافوها، لا خالد عرف يوصل لها، ولا حتى الشرطة قدرت تفهم أي حاجة. بس الناس اللي ساكنين فوقها كانوا بيحكوا حكايات غريبة عن صوت ست بتتكلم لوحدها الساعة 4 الفجر، باب أوضة بيتفتح ويتقفل لوحده، ضحكة نصها عياط ونصها استغاثة. والمثير أكتر إن اللي بيسكن في شقتها بعديها بيقول إن في حلم بيتكرر بيزوره، قصر أصفر، شموع، خدم بشعر طويل، وحد ماسك إيد حد وبيطلع سلالم من دهب. لو سمعت القصة ديت للآخر فأنا مش عايزك تخاف، لكن خليك دايما فاكر إن الجن العاشق مش بيختار فجأة ومش بيمشي بسهولة. ولو يوم صحيتي من النوم وشعرك مكعبل أو حسيتي بحد بيشدك من إيدك، ممكن تكون الحكاية لسه ما بدأتش. يا ريت تقدروا مجهودي وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك والكومنت الجميل. تصبحوا على خير.